هاي هاي يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير مع بعض. النهارده بقى في حيرة كل يوم هتاكلي ايه بكره، هناكل النهارده، وتحسي ان الواحد في الدوامة دي على طول وما بيخلص. بس الحمد لله على كل حال، وربنا يدومها علينا نعمة يا رب. قبل بس ما نبتدي في الفيديو، يا ريت ندعي لاخواتنا، ربنا ينصرهم يا رب ويصبرهم ويقويهم على اللي هم فيه. هنعمل مع بعض النهاردة مكرونة بالكبدة. انا بفضل الكبدة اللي انا اكلها بالعيش، مش بفضلها بالمكرونة، بس حبيت ان انا اغير النهاردة واعملها بالمكرونة والخضار. بعمل اكلات كده بسيطة، يعني شوربة عدس، جبنة مسقعة، بيض، فول وطعمية. الواحد كده بيبقى حابب اللي هو يفصل بالاكلات دي، وعلى فكرة الاكلات دي بتشبع جدا وبتاكلي اكتر من الاكل المعتاد. والاكلات دي اصلا برضو مكلفة، ما بقاش فيه اكلة تقولي اللي هي مش مكلفة، او اكلة ارضيحي او كده. مش معنى اللي هي مفيهاش بروتين لحمة او فراخ او سمك تبقى هي مش مكلفة، بل بالعكس. انت بتحسي ان انت بتصرفي او مكلفة في الظروف اللي احنا فيها دي اكتر من الاكل التاني. بس الحمد لله على كل حال. احنا لازم نحمد ربنا ايا كان الاحوال اللي احنا فيها، بس لازم نحمد ربنا طبعا ان احنا في احسن صحة واتم حال. والحمد لله يعني ان احنا كويسين وبخير وقادرين ان احنا نجيب اللقمة. بس كده، انا مش عايزة بس اطول عليكم ولا اقلب عليكم المواجع. انا ابتديت ان انا قطعت طبعا الكبدة شرايح صغيرة وغسلتها كويس. انا بحب ان انا اغسل الكبده، ما بحبش ان انا احطها كده. ان انا كده بتبقى احسن يعني وانضف، وبعرف ان انا اكلها. قطعتها بقى المقاس اللي انا عايزاه. انا ما بسيبش الكبده تفك فكان كامل، يعني اسيبها اللي هي نص تجميد علشان اعرف ان انا اقطعها المقاس اللي انا محتاجاه. تبقى كده تبقى متوسطه التجميد علشان اعرف اقطعها بكل سهوله. وحطيت بقى في الطاسة شوية زيت، ونزلت اول حاجة بالكبدة وابتديت ان انا اشوحها. واول ما غيرت اللون بتاعها، ما استوتش طبعا سوا كامل، نزلت عليهم باربع فصوص توم. طبعا الكبدة معروفة اللي هي بتحب التوم، وحطيت التوم بتاعي المفروم. ابتديت ان انا اشوحه كده مع الكبدة، واول ما شميت ريحة التوم نزلت عليها بالفلفل الرومي وفلفلية حراقة، عشان لازم الكبدة معروفة طبعا هي والسجق في اكلات معينة لازم يبقى فيها شطشطة كده بسيطة. وهقلب تقلبتين، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من الخل. الخل برضو بيديها تست حلو قوي. وهبتدي ان انا ابهرها بقى بملح وفلفل وكمون وبهارات بسيطة جدا. ما تدوسيش على الكبدة في السوا، هي بتستوي بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص على النار. ولما الكبدة بقى تستوي وتبقى تمام، هبتدي ان انا اسلق المكرونة. اعمل المرة دي مكرونة قلم. حطيت الحلة على النار، المية غليت، وحطيت نزلت عليها بالمكرونة. انا ما بحطش على المكرونة زيت وهي بتستلق. المكرونة ما دام نوعها بتبقى حلو خلاص مش بتحتاج زيت، لان بحس ان الزيت بيفصل الصلصة عن المكرونة. حطيت عليها بس شوية ملح، وخليتها لما المية تغلي غلوتين طفتها، وابتديت ان انا اسيبها بس دقيقتين كده في المية، وصفتها وغسلتها كويس. وفي نفس الطاسة اللي احنا عملنا فيها الكبدة، انا شلت الكبدة على جنب في طبق، وهبتدي ان انا اعمل بقى ايه الخضار. انا واستخدمت بس حاجتين، ما حبيتش ان انا اعمل كل حاجة في حاجة عشان المواعين يعني والجو ساقع وكده. حطيت زيت ونزلت عليهم بالبصل اللي مقطعاه جوانح او شرايح، وحطيت عليه الجزر برضو مقطعاه كده بالطول. هبتدي ان انا اشوحه. انا بحب الخضار جدا بالطريقه دي مع المكرونه بالذات، بجد بتفرق جدا في الطعم. وانا اصلا ما باكلش الكوسه، ما باكلهاش خالص نهائي في اي حاجه غير بس في البشاميل او محشي. بس برضو مش كتير بحب، يعني لو عملاها محشي مثلا هاخد كوسايه واحده بس من الحله كلها. بس بالطريقة دي انا حبيتها جدا. هقطعها برضو وهبتدي ان انا اشوحها معاهم، وبجد بتبقى طعمها حلو قوي، وما بتبقاش باينة خالص اللي هي
طعمها مش مستحب يعني. هو طبعا كل نعم ربنا حلوة، بس هي مش بتحبني، فانا حبيت ان انا اغير الطريقة بتاعتها وحبيت ان انا اكلها بالطريقة دي. هنزل بقى عليهم البروكلي دوت انا كنت مقطعاه وغسلاه ومصفياه كويس جدا وحطاه في الفريزر، مفرزاه بالفريزر من غير اي سليق ولا اي حاجة، حطاه زي ما هو. لما احب ان انا استعمله بطلع واحدتين على قد اللي انا هعملهم، وبحطهم بس مع الخضار او هشوحهم هعملهم شوربة من غير اي سليق ومن غير اي حاجة خالص. بجد بيبقى طعمه حلو وانا جدا. بحب البروكلي جدا لما بشوحه كده مع الخضار، وبحبيته برضو شوربة. هبقى اعمل لكم وصفات شوربة كتير الايام الجاية علشان الشتا بقى وعشان رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. الحقي بقى هاتيلك كده كام بروكلاية واغسليها وصفيها وحطيها في الفريزر زي ما هي. ونزلت بقى بالكوسة، هبتدي اللي انا اشوحها كده مع الخضار، برضو ما بتاخدش وقت، مش لازم اللي انت تهري الخضار، خليه كده يبقى فيه قرمشة بسيطة هتحبيه جدا. الخضار كده خلاص استوى معايا. انا حطيت له شوية ملح وفلفل اسمر فقط، لان هعتمد على الحاجات التانية متبهرة. هجيب بقى برضو نفس الطاسة، انا حطيت الخضار على الكبدة، وفي نفس الطاسة انا حاسة ان الفيديو ده برعاية الطاسة، مش عارفة ليه. الطاسة دي قايمة بالواجب كله. جبت الطاسة وحطيت فيها شوية زيت وتوم، فصين توم مفرومين، وابتديت اللي انا اشوحهم، ولما اتشوحوا نزلت عليهم بشوية خل، معلقة خل بسيطة، معلقة خل مش كبيرة، معلقة خل صغيرة، وعصير طماطم. انا مش بصفي الطماطم، انا بعصرها زي ما هي كده وبحطها زي ما هي، بحبها كده بس. وهبتدي بقى ان انا احط عليها معلقة كبيرة من الصلصة، وهقلبها وهبهرها بقى زي ما انت عايزة. انا بحب احط على صلصة القوطة او اي طماطم، بحب احط عليها شوية سكر علشان تعادل الحموضة بتاعتها، وهبهرها بملح وفلفل وشوية سكر صغيرين، وبابريكا وتوم بودر او بصل بودر على حسب المتوفر عندك، وبس كده. وهغطيها وهسيبها ليه تتسبك براحتها جدا. ولو عايزة تختصري كل البهارات دي كلها، حطي قالب ماجي، ماجي فورية او ايا كان بقى اللي عندك. حطيت عليها قالب ماجي، وهبتدي بقى انا اقلبها واتاكد ان الماجي دابت كويس جدا علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. خلاص الصلصة اتسبكت معانا وبقت تمام بجد، كانت طعمها حلو قوي. وحطيت بقى المكرونة عليها، بصوا لونها عامل ازاي. كانت حلوة جدا وكان فعلا مظبوطة. جربيها بجد بالطريقة دي هتعجبك جدا. ولو وصلتي معايا للمرحلة دي ما تنسينيش بلايك واشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس، وتكتبي لي كومنت حلو منك من قلبك ودعوة حلوة تفرحني. ولو انتي مميزة في أكلة معينة اكتبها لي في كومنت، وانا هثبت التعليق بتاعك علشان كلنا نتعلم منك ونشارك بعض الأكلات بتاعتنا. وهستنى تقوليلي رأيك في كومنت، وما تنسيش تقوليلي على الأكلة المميزة اللي انتي بتعمليها أو في وصفة معينة، وهقول اسمك في الوصفة الجاية وانا بعملها بإذن الله. وبس كده، ومتشكرة جدا لو انتوا وصلتوا معايا للمرحلة دي، وباي باي.